السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة حسب العلوم التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنقدم موضوع بسيط، وهو طريقة إظهار كلمات السر المحفوظة على الجهاز. طبعا لما بندخل على أي متصفح، سواء كان فايرفوكس أو جوجل كروم، ندخل منه على أي موقع، سواء كان فيسبوك أو أي موقع. في المرة الأولى المتصفح بيسأل: هل تريد مثلا فايرفوكس أن يتذكر كلمة المرور وكلمة السر لهذا الموقع؟ احنا بنضغط نعم علشان يتم الدخول في المرات المقبلة تلقائيا. مش كل مرة ندخل على الفيسبوك هنكتب كلمة المرور وكلمة السر، لأنه طبعا بيكون ده الجهاز الشخصي بتاعنا في البيت، فما فيش خوف إنه أي حد ممكن يحصل على كلمة المرور وكلمة السر الخاصة بينا. ولكن مع مرور الوقت ممكن الشخص ينسى كلمة المرور، ينسى كلمة السر مثلا لبعض المواقع اللي بيدخل عليها. طبعا المتصفح بيكون حافظ هذه المواقع. مثلا لو عايزين نشوف أو نظهر كلمات السر المحفوظة على الفايرفوكس، بنفتح الفايرفوكس، ومن اوبن منيو هذه القائمة نضغط عليها ونختار منها اوبشنز، خيارات. نفتح هذه القائمة ونضغط على security، الأمان، نضغط عليها، وهنا نجد saved logs. طبعا نضغط عليها، تظهر المواقع التي ندخل عليها تلقائيا والمحفوظة في الفايرفوكس، وكلمات المرور وكلمات السر. لو حبينا نظهر كلمات السر بنضغط على show passwords، عرض كلمات السر. بتظهر هذه الرسالة التحذيرية: هل تريد أن تظهر الباسوردات بتاعتك؟ بضغط يس لو أنا عايز. طبعا أنا مش هظهر الباسوردات دي بالنسبة للفايرفوكس. بالنسبة للجوجل كروم بتبقى برضه بنفس الطريقة. بنفتح الجوجل كروم، ومن القائمة هنا نضغط على setting، الإعدادات. يتم فتح نافذة خاصة بإعدادات الجوجل كروم. في أسفل الصفحة الخاصة بالجوجل كروم نجد show advanced setting، عرض الإعدادات المتقدمة. نضغط عليها لتظهر الإعدادات المتقدمة، ونجد الباسوردز اند فورمز، ونضغط على manage passwords، فنضغط عليها فتظهر هذه النافذة والتي بها الباسوردات المحفوظة save the password. ده في حالة ان يكون عندك مواقع بتدخل عليها من الجوجل كروم تلقائيا. انا طبعا ما بدخلش من جوجل كروم، هتلاقيها محفوظة هنا بنفس الطريقة اللي شفناها في الفايرفوكس بالظبط. درس سهل وبسيط، ويا رب تكونوا استفدتم منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.